فضل ان احنا نساعدك. ولكن الحالة بتاعت النهاردة بعد ما توجهت للبيت وبعد في نص اللقاء اكتشفت ان الحالة اللي احنا بنعمل معاها الانترفيو ابن الملحن كبير واخ لمطربة مشهورة، وكنت بين نارين. هل الناس هتتخيل ان ده تشهير؟ انا مش معتبرة ان اي حد يطلع على شاشة التلفزيون يطلب منكم مساعدة ان دي فضيحة، وبالتالي اللي برضاه على المرضى بتوعي هرضاه على اي مريض ايا كان مين اهله. وكنت مش عارفة اسيب الولد وما نعملوش العمليات ويفضل بيعاني من اللي هو بيعاني منه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي عشان خاطر هو ابن ملحن كبير، ولا اقف جنبه واعتبره اي حالة طبيعية. هل كنت اقدر اطلع اقول ان ده ولد بسيط ومحتاج التبرع؟ يبقى انا بغشكوا انتوا، لان انا المفروض ان انتوا واثقين ان اي حد هطلعه على الشاشة فهو محتاج. الولد ده بالرغم من ان هو اخ مش شقيق لمطربة مشهورة وابن الملحن كبير، هو محتاج العمليات دي ومعوش فلوسها، ومهدد بالطرد من بيته اللي هو رحته، اللي هو كان عبارة عن أوضة في بدروم تحت عمارة، أوضة وصالة بالظبط، يعني 3 في 4 متر، مش حتى شقة. أنا قررت زيارة اللقاء لأن أنا مش هرد سائل، وهقضي حوائج كل الناس أيا كان هم مين. ومتهيألي إن اللي بيعمل خير بيلاقي خير، وربنا أعلم بنواياي، إن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إن أنا نيتي فقط إن أنا ما اضحكش عليكم وأقول لكم إن ده راجل فقير أو بسيط، وفي نفس الوقت إن الولد ده محتاج جدا زي ما هنشوف إن احنا نقف جنبه. تعالوا نشوف مع بعض. مساء الخير، ازيك؟ اسمك ايه؟ احمد محمد علي. انت عندك كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة. وما بتروحش طبعا مدرسة ولا؟ لا، انا كنت في مدرسة 12,000 جنيه. اهل مالي فيا طبعا، اهل مالي فيا المدرسة يعني اللي عملت فيه؟ اهل مالي فيا
فوقعت طبعا دماغي ولا من طوع دماغي ولا من طوع ولا من طوع دماغك ورمت وحمرت فبطلت بطلت تروح. لو كنت رحت كنت اتعقدت. ليه؟ انا اروح مدرسة يتهمني فيها تاني، يعني اروح مدرسة يعملوها تاني وقع تاني. انت سبت المدرسة في سنة كده. كام؟ مش فاكر بالظبط. من زمان يعني؟ من زمان يعني من كام ابتدائي كده؟ 6 5؟ والله ما فاكر. يعني اتعلمت ولا لا؟ اتعلمت يعني بتعرف تقرا وتكتب؟ لا القراية مش قوي، يعني القراية يعني مثلا حاجة في التلفزيون لازم حد يقريني يعني مثلا برنامج مش عارف اقراه، لازم حد يقراهولي امتى بالظبط. يعني الترجمة بتاعت الأفلام والحاجات دي لازم حد يقراها لك؟ لا، يعني برامج تحليلية، برامج مش عارف ايه، لازم حد يقراها. لكن انا لسه يعني ما بتقراش، ما بتعرفش تقرا؟ لا انا اتمنى طبعا اعرف اقراها. وانت طبعا ما تقدرش تكتب عشان ايديك؟ لا، برضه في الكتابة لازم حد يمسك ايدك. يمسك ايدي. لكن تعرف تكتب اسمك مثلا، حاجات بسيطة. لازم حد يمسك ايدي. لازم حد يمسك ايدك. طيب انت تعبان من امتى؟ من تعبان يعني من زمان قوي كده انت ولا؟ من زمان قوي، يعني هو من زمان قوي انا كده. يعني ولا حضرتك انا مولود كده، اتولدت كده؟ لو تفتكر قلت لحضرتك من شوية انا مولود كده. انا ولدتي كده. يعني من ساعة ما اتولدت وانت ما بتقفش؟ من ساعة ما اتولدت وانا ما بوقفش. ورحت لدكاترة كتير؟ حتى وانا صغير الدكتور قال مش هيتكلم. الدكتور قال انك مش هتتكلم. الدكتور قال اللي انا قلت له انا مش هتكلم. انت اتكلمت؟ الحمد لله. كل الناس قالت، مش الدكتور بس، انا بقى حضرتك مش الدكتور بس انا ما تتكلمش، كله ما تتكلمش، كله بقى ما تتكلمش. بس بعد كده اتكلمت من غير علاج، من غير فوجئوا ما اتكلمش. هم اصلا ما عرفوش. هو انا حاجة عارف، عشان كان عندي مشكلة في البلع عشان ابلع كان عندي مشكلة. هقول لك بيعملوا ايه؟ بيقطعوا لي التفاح زي عارف انت حضرتك المكعبات. كان عندك مشكلة في البلع فكانوا بيقطعوا لك تفاح صغير يعني؟ زي المكعبات. عارف انت المكعب. كنت عمال كل ما بحوش الاكل ببقي. كل ليه؟ عشان يحصل سلك، عشان البلع يتسلك. عشان البلع يتسلك، عشان البلع يفتح. عشان يبقى عندي امكانيه للبلع. بس الحمد لله بتبلع كويس دلوقتي. الحمد لله ببلع كويس أوي. يعني انت مبسوط انك بتتكلم وبتبلع؟ بتكلم انجليزي كويس أوي. بتتكلم انجليزي كويس أوي؟ منين طيب؟ منين؟ اتعلمته منين؟ ما تعرفيش، لوحدي كده. لوحدك؟ ازاي يعني؟ لوحدي كده.
ما اعرفش ازاي. انا ذات نفسي ما اعرفش ازاي. ما اعرفش ما اعرفش ازاي. ما اعرفش. يعني انت مبسوط ان انت بتتكلم انجليزي وبتبلع. طب في حاجه مزعلاك؟ في حاجه مزعلاك؟ كل حاجه مزعلاك من ضمنهم موضوع الشقة ده. إيه، الشقة ده عشان عايزينكوا تسيبوها؟ يعني انت عايزنا نسيبها ليه؟ طب لما نسيبها اقعد فين؟ انت عايز تجوز ابنك، جيب لي شقة كلهم جديد. جيب لي شقة كلهم جديد. او هيقولك بقى معيش ومش عارف ايه. لا، معاك وتقدر قوي تجيب له شقة جديدة. تقدر قوي تجيب له شقة جديدة. احنا كنا قاعدين في شقة كنا قاعدين انا مش عارف كنا ايه. كنا قاعدين ماما معهاش فلوس تدفع الإيجار. فقبل ما نفكر ناخد الشقة دي كلمته. كان وانت اختك؟ كلمته. كلمت مين؟ كلمت مع اسمه مين؟ محمد علي سليمان ابوها. قالت له يا بابا عايزين ناخد الشقة عشان مش لاقيين سكن. هو محمد علي سليمان ده اللي بيشتغل ايه؟ ملحن. هو انت باباك الملحن؟ انت باباك الملحن محمد علي سليمان؟ فقالت له يا بابا عايزين ناخد الشقة دي. هي دي. استنى، امال انت بتقول ماما ما كانش معاها فلوس؟ ماما ما كانش معاها فلوس تدفع الشقة. طب بابا مش بيدفع ليه؟ ما تعرفيش حضرتك، ما تعرفيش هو بيدفع ليه. هو بابا مطلق ماما؟ من زمان. من زمان هم وكانت دي شقة الزوجية. يعني العيال ما تعرفوش ان كانت دي شقة الزوجية. لا، انا واضح ان انا جاية وانا ما اعرفش حاجة خالص. شقة الزوجية. طب ده دي شقة الزوجية. هي بعد ما طلقته او بعد ما هو طلقها جيت قعدت بيها فيها. عايز تخرجني منها ليه؟ ولا عاجبني فيها يعني انت كنت قاعد في الشقة اللي كان متجوز فيها باباك ومامتك وبعدين مشوكوا عشان ما قدرتش تدفع الايجار؟ لا، ماما وبابا اتجوزوا في الشقة دي. اتجوزوا في الشقة دي. انا وماما كنا قاعدين بقى في الشقة. كانوا قاعدين عشان ما كانش معاها فلوس. لما الفلوس تخاذلت ماما اضطرت تعزل عشان معهاش فلوس تدفع الإيجار. معهاش فلوس تدفع الإيجار. ما هو لو معاها فلوس ما كانش مقصد للشقة دي يعني اللي احنا فيها. لو معاها فلوس تكمل دفع الإيجار ما كانش مقصد للشقة دي. ما كانش حتى مارست هواية دخول الشقة. هي ماما بتصرف عليك ازاي؟ بتنزل تشتغل. ربنا بيكرمها لغاية ما صرفت عليك. بابا مش بيديك حاجة؟ لا، ما بيدينيش. حتى لو بيديني لازم بالعافية، ولازم لازم لازم بالزعيق، ولازم معلش مش عايز اقول لفظ جرح في لا احنا مش عايزين. انا اصلا جايه